ثانوية جديدة في الأسبوع الأول من العام الدراسي ومن دخول المدرسة، ولكن مع هذا بفضل المجهودات الجبارة للسلطات كلها على رأسها سيد والي الولاية تم بإذن الله يعني اختتام تهيئة هذه المؤسسة لنعطي منها إشارة انطلاق. إذن أيها الزملاء، أيها الحضور الكريم، الأسرة التربوية من أساتذة وموظفين من جميع الأسلاك والرتب، أبنائي وبناتي التلاميذ، باسمي وباسم الحضور الحاضرين معنا هنا أبارك لكم هذا الصرح الجميل الذي ستتلقون فيه دروسكم في هذه الجو الجميل وفي هذه المناظر الخلابة التي ربما تجعل منكم شعراء في دراستكم، وبالتالي شعراء، ولكن لا تنسوا المواد العلمية والتكنولوجية. هذا من ناحية أخرى أود أن أوصيكم بالمحافظة على هذا الصرح الجميل، لأننا تعودنا في بعض الأحيان من تلاميذ هذا العصر الكتابة على الجدران وعلى الطاولات. هذه الثانوية هي لكم ولإخوانكم الذين يأتون من بعدكم، وبالتالي حافظوا عليها لأنفسكم وحافظوا عليها لإخوانكم الذين يأتون بعدكم. العام الدراسي هذا السنة سينطلق بدرس افتتاحي عنوانه اللحمة الوطنية، وعندما أذكر اللحمة الوطنية أراها في هؤلاء الأمهات اللي يحملون العلم الوطني الذي يتمثل أو هو رمز اللحمة الوطنية بين الشعب الجزائري. إذن أنا أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجمعيات أولياء التلاميذ الحاضرة معنا ولجان القرى الحاضرة معنا هنا، وأشكرهم على مرافقتهم كلهم للتربية أو للمدرسة الجزائرية. وبفضل هذه المرافقة وبفضل مجهودات رجال ونساء التربية والسلطات المحلية دائما الولاية تتربع على عرش النتائج الوطنية، وهذا ما يجب أن نحافظ عليه بفضل مجهودات الأساتذة وكل الإداريين والتربويين، وبفضل مجهودات التلاميذ ومرافقة الأولياء الذين دائما أصرح وأقول إن أولياء تيزي وزو، وأدافع عن المقولة هذه لماذا تيزي وزو دائما تأتي، أقول إن أولياء تيزي وزو من منطلق أنه لا استثمارنا إلا في أبنائهم. هذه هو سر نجاحنا في تيزي وزو وسر تربع الولاية على العرش. أكتفي بهذا والسلام عليكم جميعا.